الميزان التجاري. النهارده انا عندي خبر حلو وخبر مش قد كده. الخبر الحلو ان مصر اكبر دولة منتجة للتمور في العالم. الخبر اللي مش قد كده ان للاسف اللي ينفع يتصدر 2% بس من انتاجنا، وده بسبب ان المنتج لا يطابق المواصفات العالمية في الجودة والتعبئة. مش التمور بس، مصر من اقوى البلاد في منتجات تانية كتير، زي مثلا الحديد والالومنيوم والسيراميك، والمنتجات دي مطلوبة ونقدر نصدرها، بس للاسف الفينش دايما بيأثر رقبتنا. يعني عندك مثلا في شهر ابريل 2016 كان مجموع صادراتنا من غير البترول حوالي 1.8 مليار دولار، وعلى الشمال مجموع اللي استوردناه في نفس الشهر حوالي 5.2 مليار دولار. يعني عندنا عجز في كفة الميزان ده حوالي 3.4 مليار في شهر ابريل بس. اهو الميزان ده اسمه الميزان التجاري، اللي هو الفرق بين اللي احنا بنصدره واللي بنستورده. تخيل معايا لو عندنا عجز 3.4 مليار دولار في الشهر، هيبقى في السنة 41 مليار دولار. وده طبعا من أهم الأسباب اللي بتاكل مخزون الدولارات في البنك المركزي، عشان البنك لازم يمول الفرق ده للمستوردين. وطبعا لو فضلنا نستورد أكتر ما بنصدر، هتفضل الدولارات اللي عندنا تقل، وهيفضل الجنيه سعره ينزل. تفتكر الحل إيه؟ المنتج المصري هو كلمة السر. لازم الحكومة تقلل استيراد المنتجات اللي مش مهمة، وتساعد المصريين اللي منتجاتهم كويسة على قد ما تقدر. ولازم مصانعنا تهتم بالجودة عشان تعرف تنافس بره. ليه احنا ما نعملش زي الصين وننتج الحاجات البسيطة اللي بيحتاجها المصانع؟ وليه ما ترجعش الصناعات اليدوية اللي كنا مشهورين بيها زمان؟ واحنا بقى دورنا اننا نشجع منتجات بلدنا ونبطل المستورد، لان لو مصانعنا قفلت حالنا يقف اكتر من كده. اكتر من كده. بص، انا هقولك، في الخمس سنين اللي فاتوا طلع عندنا عجز في الميزان التجاري بحوالي 40 مليار دولار، وده اللي احنا بندفع ثمنه النهارده. وما عادش ينفع نمشي على المسكنات والقروض. لازم كلنا نتحرك دلوقتي علشان مصر تعدي.